السلام عليكم خواتاتي خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم غادي نقدم لكم دولمة تاع السردين بطريقة بزاف سهلة، وتجي بصوص خاطرة وتجي بزاف بنينة. وهاد الدولمة تتحضر بسرعة، في أقل من 10 دقائق توجدوها. مقادير جد بسيطة، نتمنى منكم تجربوها. ولا عجبتكم الوصفة ما تنساوش ديروا لي جيم واشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، وتبارطاجوا هذه الوصفات مع أحبابكم وصحابكم والعائلة تواكم. وكما قلت لكم وصفة بزاف سهلة، نخليكم مع الوصفة، وصفة هذه الدولمة وفرجة ممتعة. نبداو أولا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا في طنجرة نديرو شوية زيت. هنايا الطنجرة درتها تسخن، درت عليها شوية زيت. هنا نديرو شوية توم مرحي. هنا درت 4 تاع فصوص تاع توم رحيتهم. غادي نديرو نصف الكمية نديروها مع الزيت ونخلوها تتقلى شوية، ونصف الكمية الأخرى غادي نزيدوها للسردين. نحركها بهذا الشكل ونخليها تتقلى لي شوية. هنايا بعد ما بدات تتقلى، ما نخلوهاش تتقلى بزاف، غير يبدا الزيت يسخن، نحركها بهذا الشكل ونزيد عليها بقية تاع المقادير. هنا نزيد عليها مغرف صغيرة تاع طماطم مصبرة، ونقعد نحرك فيها بهذا الشكل. نحركها بهذا الشكل مليح، ومن بعد نزيد عليها هنايا طماطم. ديت هنا طماطم وقشرتها وقطعتها قطع صغيرة كما راكم تشوفوا. وهنا الكمية تاع الطماطم هنا ديت هنا حوالي 3 حبات تاع طماطم، وانتم تدوا على حساب كمية تاع السردين. وهنا غادي نزيد عليها التوابل. عندي بابريكا، عندي شوية فلفل اسود، عندي كمون، عندي كركم، وعندي هنايا سكنجبير وملح. نديرو هنا نصف الكمية تاع الملح، نديرو شوية ملح، نديرو شوية فلفلة حمراء اللي هي بابريكا، نديرو تاني شوية تاع فلفل اسود، وشوية تاع كمون، نديرو شوية من كل شيء. ونديرو كركم، نصف الكمية تاع الكركم، ونديرو تاني نصف الكمية تاع سكنجبير. نخلو الباقي غادي نزيدوه للسردين تاعنا. غادي نخلط الكل بهذا الشكل، نخلط مليح باش تدخل هذيك التوابل مع ديك الطماطم اللي درناها. دوك نزيدو عليها 2 وريقات تاع رند، ونزيدو عليها نصف الكمية تاع شوية معدنوس. هنا المعدنوس ندير شوية، ونخلي شوية تاع معدنوس نزيدها مع السردين. غادي نزيد نخلط بهذا الشكل، ونخلي الطماطم تاعي هذه تتقلى، خليها تتقلى حتى تطلق الماء تاعها. هنا غادي نغطيها عفوا، ونخليها طيب شويه. كما قلت لكم نغطيها ونخليها طيب شويه، ومن بعد نعاود نرجع معكم. هنايا بعد ما فاتت هكا حوالي 2 دقائق، شوفوا الطماطم تاعي هنايا راه بدات، راهي طابت شويه. غادي هنا نقص للفرن ونخليها تكمل طيابها. هنا راني نمرس فيها بالمغرف هكا باش تمرس معايا. دروك نزيد عليها نص كاس ماء، نزيد عليها غير شويه ماء، ونحركها بهذا الشكل. هنا الماء ديرو غير كميه قليله باش هكا هاد لاصوص تجيكم خاطره كي ديروا فيها السردين. دوك نحركها كما قلت لكم. هنا راني منقصه الفرن تاعي، ماشي الفرن، البلاك تاعي. دروك نغطي عليها كما قلت لكم، ونخليها طيب وروح نوجد السردين. هنا عندي كمية تاع السردين ديت حوالي رطل تاع السردين، وانتم الكمية تدو على حساب أفراد العائلة. وهنا ديت كم شوية تاع روز طيبته بالماء والملح. هنا الروز عندي طايب، وهنا عندي شوية داك المعدنوس اللي بقالي، تنجمو ديرو قزبر إلا عندكم. وندير هادوك التوابين اللي وريتهم لكم، وشوية توم وحبة بيض. نديرو التوابل تاوعنا مع هذاك الملح وكل شيء. توابل هنايا عندي سكنجبير، عندي كركم، عندي كمون، وعندي شوية فلفل أسود. ندير تاني هنايا الروز تاعي اللي قلت لكم طيبته بالماء والملح. نديرو روز طايب باش لهنايا يبقى لكم غير السردين، ما يديلكمش بزاف الوقت في الطياب. نديرو عليهم داك شوية تاع المعدنوس. كما قلت لكم تنجمو ديرو تاني القزبر.
ندير هنايا ديك شويه تاع الثوم اللي بقات لي بهذا الشكل، ومن بعد نزيد ديك الحبه تاع البيض، ندير ديك الحبه تاع البيض كامله، ومن بعد نبدا نعجن فيها بيديا. هنايا سرعت لكم الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل. نخدمها مليح بيديا بهذا الشكل، ندخلها مليح هذاك الروز ودوك التوابل في السردين، ومن بعد نبدا نصنع فيهم كريات بهذا الشكل. هنايا نديرهم كريات بهذا الشكل، نديرهم كريات صغار ولا متوسطين. وهنا كمية الروز وكمية السردين تدوها على حساب أفراد العائلة. هنا كملت كاع الكريات اللي عندي، كملت كاع الكمية تاع السردين عفوا. دوك هنا راهم واجدين، دوك نروح نديرهم في هذيك لاصوص اللي راهي ديجا طايبة. هنايا غادي ندير السردين تاعي يطيب، وهنايا كيما قلت لكم الروز طايب ديجا، نخلي غير السردين صافي. السردين هو اللي غادي يدخل له طياب، وهنا ما تقعد لكمش بزاف حوالي من ديروا حسابكم من 5 حتى ل10 دقائق باش يطيب هذاك السردين ويشرب من هذيك لاصوص. نحركهم بهذا الشكل ونغطي عليهم ونخليهم كيما قلت لكم ما تخليهمش يفوتوا بزاف. كيما هنايا شوفوا، هنايا خليتهم حوالي ما لحقوش 10 دقائق. شوفوا وراه واجد معايا، شوف لاصوص جات خاطره وهذاك السردين راه طايب. دوك نوريه لكم في صحن التقديم. رجعت معكم اخواتاتي بعد ما طاب، درتو هنايا في صحن التقديم. شوفوا لاصوص جات بزاف خاطره وجات بزاف بنينه، وهذا السردين يجي المذاق تاعو يجي بزاف 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 شباب ويجي روعه. انا عندي من الاطباق المفضله عندي. شوفوا هنايا كما قلت لكم هذا الطبق يجي بزاف بنين. ان شاء الله نتوما تاني تجربوه. ولا عجبتكم هذه الوصفه ما تنساوش ديروا لي جيم، تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. وما تنساوش تاني تبارطاجوها مع اصحابكم واحبابكم والعائله تاعكم. والسلام عليكم.